السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زين. اليوم عندنا طريقة لتحميل العاب بلاي ستيشن 2 ونقلها الى الفلاش او الى الهارد ولعبها على البلاي ستيشن 2. نبدأ بسم الله. سوف اضع لكم هذا رابط تحميل العاب بلاي ستيشن 2. يجب ان يكون لديكم برنامج تورنت. شكل برنامج سيكون في هذا الشكل، يجب ان تحملوه. سوف اضع لكم رابط تحميل برنامج تورنت اللي هو هذا أسفل الفيديو. كل ما عليكم أن تذهبوا إلى تحميل برنامج تورنت، تكون هنا الرابط. استنى، سوف تظهر لنا هذه اللائحة. نضغط على داونلود ناو، نستنى قليلا، استنى. وهو أنا محمله لذلك ما يحتاج حمله. ثاني رابط اللي هو رابط لتحميل الألعاب، نضغط كمان أسفل الفيديو. تابعوا عليه. تفتح لكم هذه اللائحة. نضغط على بلاي ستيشن 2 PS2. ظهر لنا هذه اللائحة. إذا أردتم أن تحملوا ألعاب يجب أن تثبتوا برنامج تورنت. أولا تثبتوا برنامج تورنت، ثم تذهبوا إلى موقع الألعاب مثل PS 2014 2012. تقللوا على برنامج تورنت. حجمها يجب أن تكون بصيغة ISO. تظهر لنا هذه هنا، ننتظر ونضغط عليها. راح منا إلى برنامج تورنت. نقول له حسنا. سوف يقوم بالتحميل زي ما انتم شايفين. أنا ما يحتاج أحمله، أنا راح أحمل شيء راح نقوله. وبعد ذلك سوف أحمل برنامج آخر. أيضا سوف أضع لكم رابط تحميل أسفل الفيديو. نلعب عليه. عفوا، نلعب عليه. نستنى 4 ثواني. هو نقول له سكيب اد أو تخطي الإعلانات. انتظر بليز وايت، رجل الانتظار. رحنا إلى هذه الصفحة. بعد ذلك حنقول له داونلود. حجم الملف ده 381 جيجا بايت، يعني قليل جدا. الآن أعزائي المشاهدين، بعد ما تحملون ضمن البرامج الثلاثة، البرامج العفو الاثنين اللي هو تورنت وموقع البرنامج USB يونتي، حتذهب بعد ذلك تحمل اللعبة من برنامج تورنت. نستنى قليلا. بهذا الشكل سوف يقوم بالتحميل. انتظروا ليت ما يكمل. طبعا كثير يلا يكمل، يعني في برامج حسب النت أعزائي المشاهدين. بعد ذلك عندما يكمل التحميل تذهبون عليه. مثلا هاي God of War، نضغط عليه مرتين ثم ينقلنا إلى هذا الرابط. هنا هي God of War 2. أنا سوف أضع على كلمة الأف في ملحوظات كلها الأف God of War، لكن أنا God of War الفلاش الحاطة أنا الفلاش لا يتحمل، لأنه شاهد كم 719 جيجا بايت. وشاهد اللعبة كم تبلغ مساحتها. مساحة اللعبة أعزائي المشاهدين. نضغط عليه. يعني مساحة اللعبة 87 جيجا بايت، ميجا بايت العفو، جيجا 87 جيجا بايت. لذلك رام الفلاش العفو مالتي ما يحمل غير بس 27 هيج. لذلك سوف أضع لكم لعبة صغيرة، يعني مو ثقيلة، مثلا برنس.
نضغط على أي وحدة من هذه مرتين وتدخل عليها. مثل ما قيم تظهر لكم هاي أسئلة هنا مكتوبة. أعزائي المشاهدين، بعد ذلك سوف ننقله هكذا، وننقله بالملف اللي تعاوزينه. مثلا أنا راح أنقله بالإي. لا عفوا أعزائي المشاهدين، إذا أنا راح أنقله بالإي. شوف الإي بس بهاي اللعبة بيني يعني. راح أسوي له هيجي وانقله هنا، راح انتظر التحميل. النقل سوف أوقف الفيديو ليت ما يكمل التحميل أعزائي المشاهدين، وأرجع لكم. أعزائي المشاهدين، عدت لكم بعد ما كمل تحميل أو نقل الملف بتاع اللعبة لملف إي. بعد ذلك أعزائي المشاهدين نوضع الفلاش، نوضع من قبل. أخرج من كل البرامج، ريفريش. أنا واضعه يجب أن تفعلوا فورمات، يعني فورمتوه، ما تخلون فيه ولا تطبيق، أي شيء ما يبقى فيه. بعد ذلك أعزائي المشاهدين حيبقى لكم فارغ. بعد ذلك ندخل على البرنامج الآخر بتاع USB. ندخل عليه. كثير من الناس سوف يدخلوا عليه يلقونه ويخرج تلقائيا. أنا لدي الحل لهذه المشكلة. نضغط في كيمن run as، ندخل على كلمة يس، سوف تلاحظوه لا يخرج مرة أخرى. نضغط على كلمة فايل أو فايلي، نحدد مكان اللعبة اللي أنا وضعته في الإي. هنا سوف تطلع لي لعبتين التي أنا حاطتها، هي البرنس، وهنا تكتبون اسم اللعبة التي أنتم تريدون أن تنقلوها. مثلا تكتبون برنس، أو لعبة مثلا God of War، تكتبون God of War كيفكم معي شو تريدون تسمون اللعبة. آسف على التأخير لأن هاي شوي حاسة ردها فرمتي. بعد ذلك نختار ملف تريدون تنقلوها اللعبة. مثلا للآي هو اللي أنا حاطه الهارد الفلاش للآي، نقول له الآي ونقول له على كلمة هاي. حنستنى لغاية ما يقوم بنقل اللعبة. حوقف الفيديو وارجع لكم بعد قليل. أعزائي المشاهدين، مثل ما انتم شايفين راح يكمل. بعد ذلك أعزائي المشاهدين سوف يطلع لكم كلوز، نقول له كلوز. بعد ذلك نلغي البرنامج ونخرج ونذهب على ماي كمبيوتر. سوف نلاحظ لقد ملل تقريبا وضع به، يعني ندخل عليه. لقد تم نقل اللعبة. أعزائي المشاهدين، عندما تضعون الفلاش مكان USB في البلاي ستيشن 2 سوف تلاحظون ملف واحد ونفس الاسم الذي سميته برنس، أو أنتم راح تسموه كيفكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين لقد انتهى درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.